اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين، رمضان كريم. احنا اليوم في ضيافه محافظه واسط حتى نلتقي بالكاتب والشاعر الاستاذ طه الزرباطي. اهلا ومرحبا بك استاذ طه، رمضان كريم. وبكم وبرمضان وبجمهوركم الكريم وبكل هذا الابداع الجميل والعطاء للذين يقفون خلف الكاميرات. استاذ طه، انت ابن هذه المدينه العزيزه، ابن واسط، بالتالي شنو الصوره الاولى من طفولتك في واسط اللي امتزجت مع شعرك؟ طفولتي خليط عجيب. نعم. بين واسط وزرباطيه وبغداد. نعم. هناك جانب كبير امتلأ بعبق بغداد وجمال شناشيل بغداد وروح البغدادية والحراك الثقافي. نعم. الذي كان رائدا ورائجا في بغداد. فلهذا السبب الصورة متداخلة. نعم. يعني من مفارقات الحياة أنه أنا في بغداد بين قاعات الرسم. نعم. وبين المتاحف وبين السيمفونية الوطنية العراقية وبين قاعات أو سينمات بغداد التي كانت رائعة جدا. نعم. وبين طبيعة بغداد نفسها يعني. نعم. يعني لا سيما في الأحياء الشعبية وبشناشيلها وبعبقها. يعني هذه كانت العطلة الصيفية، كانت خليط بين بيئات ثلاثة مختلفة. نعم. بيئة زرباطية بساتين غناء ورائعة جدا، وبيئة بغداد بحضارتها وثقافتها وموسيقاها، وأيضا الكوت مركز المدينة. لهذا السبب القصيدة والذاكرة ممتلئة بهذه المدن، وربما في لحظة أخرى السليمانية التي أعشقها أخذت مني الكثير. أخذت جانب من الصور الشعرية. نعم. في كتاباتك. نعم. ماذا عن الجذور الفيلية؟ أستاذ طه الزرباطي جذورك فيلية، كيف ينعكس ذلك على الرؤية الشعرية وأسلوب الكتابة لديك؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. أنت أحيانا تولد في جغرافيا. نعم. هذه جغرافيا ممنوعة، لأن هناك إمبراطور غبي. نعم. يقف أو يجلس على كرسيه يحرم ويحلل ويمنع ويضيف. نعم. ويظن نفسه أكثر وطنية منك. هذه مفارقة كبيرة ولدت ممنوعا مبكرا. حقيقة عشت قلقا كبيرا، قلق أن تتكلم. نعم. قلق أن تكون معه. أنا يستحيل أن أكون مع عدو. نعم. لهذا السبب أنت يعني فتحت عينك، يقال لك لا تتحدث بلهجتك المحلية في خارج البيت. نعم. لأن اللهجة قد تسبب لك مشاكل ولعائلتك. تخيل هذا الموضوع استمر للجامعة واستمر. نعم. للقصيدة. لهذا السبب أي نص شعري حتى لو كان نصا غزليا ستجد فيه الكثير من الممنوع والكثير من التحدي. نعم. والكثير من الصبر والكثير من الوطنية. يعني هناك مسألة غريبة أقولها للجميع وقلتها في مناسبات كثيرة. نعم. بين مزدوجين ما يعرف بالفيليين كرد فعل طبيعي ضد الدولة أو ضد توجه الدولة العراقية في ذاك الوقت. نعم. الفيلي توجه إلى الوطن. يعني كلما يحرمه المقابل من الوطن. نعم. الآخر يعانق الوطن مرة أخرى. بالفعل. لهذا السبب تجد إن كان أديبا أو شاعرا أو موسيقيا، أسماء كبيرة بالمناسبة. نعم. ذات أصول فيلية في العراق، أغلبهم يعني كلما زاد الضغط زادت العراقية. لهذا السبب العراقية الجميلة. نعم. تجدها واضحة لدى الفيلي. وكيف تجد العلاقة ما بين الجغرافيا، وتحدث هنا عن واسط، وما بين تاريخ المكون الفيلي في رسم الصورة الشعرية وتشكيل هوية قصائدك؟ يا سيدي الكريم، أنا أسمع الحكومة العراقية الآن. نعم. يعني أنت حينما تسمي إنسانا باسم قومية معينة يفترض على هذا الإنسان أن يتحدث بلغته الأم. نعم. أن يمثل فولكلوره الشعبي الذي أخذه من حضن الأم أو من حضن المجتمع الذي كان يعيش فيه. نعم. الفيلي أو ما يسمى بين المزدوجين، أنا لدي موقف من هذه التسمية أصلا، محروم من حتى لغتي لليوم. يعني ما فعله الجلاد الكبير مع العراق ومع الفيليين الآن جزء منه مستمر لحد الآن. يعني المسألة ليست مسألة هوية. بأي صورة مستمر؟ مستمر أنك لا تمارس
لغتك، لا تمارس لهجتك، لا تدرس لهجتك، لا تكتب بلهجتك، لا. اذا ما قيمه يعني انسان اي قوميه في الارض من غير لغه، ما قيمه الانتماء من غير لغه. هل جربت يوما ان تكتب باللغه الفيليه الكرديه الفيليه؟ جربته قليلا جدا. انا اجيد اللغه. نعم. يعني ربما نحن من الاجيال القليله التي نجيد اللغه رغم الممنوعات التي تحدثت عنها. نعم. لكن الادب والكتابه تناص. نحن لغتنا ليست مكتوبه. نعم. لم ندرسها في المدرسه، تحدثنا عنها في بيوتنا. عاده ربما تكتب شعر شعبي ان كنت تكتب، يعني لا تستطيع ان تكتب كتابه تصلح للكتابه الفصحى. نعم. وهذه ايضا مشكله. يعني هذه يعني ليست، البعض يتخيل ان المشكله في الهويه في الجنسيه. انا جنسيتي لم تكن فيها مشكله، يعني جنسيتي عراقيه. نعم. وربما المستمسكات التي كنت امتلكها لا يمتلكها اي مسؤول عراقي حرمنا من المستمسكات مثلا. نعم. لكن الموضوع ليس في هذا. الهويه الحقيقيه هي انتماء، الهويه الحقيقيه هي ممارسه حياتك الفكريه. نعم. ولغتك وفولكلورك وشخصيتك الثقافيه. نعم. هذه كلها ليست موجوده. أستاذ طه، اذا اردت انه تختصر العراق بكلمه واحده، باي كلمه تختصر العراق؟ الحبيب الاول. لماذا هذا الوصف؟ لانني جربت او حاولت كثيرا ان اخرج، انا وحيد اهلي. نعم. كنت مشروعا للسفر، جربت لمرتين. كلما خرجت عن الحدود نعم بكيت على ياس خضر، وبكيت على فاضل عواد حاسبينك. نعم. وبكيت على اسم العراق. يعني في مرة من المرات كنا في طريقنا للخروج غير الشرعي في جبال كردستان. نعم. إحدى راديوات المعارضة اللي كانت منتشرة في ذاك الوقت في الثمانينات أو في التسعينات كانت أغنية لياس خضر. أنا دون أن أدري بكيت بكاء شديدا جدا. هذا الرجل الدليل أو الشخص الذي يساعدنا في العبور قال لي، يبدو أنه هو صاحب خبرة أيضا، قال: أنت تعيش حالة هومسك، الحنين المفرط للوطن، وما زلت في العراق. نعم. كيف تستطيع أن تعيش؟ وفعلا خرجت وعدت. نعم. لأنني لم أستطع أن أتحمل أن أفارق هذا البلد الذي أعشقه بشدة. وصفت العراق بأنه الحبيب الأول. نعم. فمن هو الحبيب الأخير لطه الزرباطي؟ والله الحبيب الأخير ربما مجموعة ناس، مجموعة إرهاصات. نعم. الحبيب الأخير يعني هي الإنسانية الجميلة. الحبيب الأخير هي الثقافة. الحبيب الأخير هو السمو والجمال الذي يتجسد في الإبداع. أستاذ طه، برأيك الحبيب الأخير، هل هو هذا الوصف، هل هو نوع من أنواع الفانتازيا، كون أنه لا نهاية لا آخر مع تجدد الحياة، لا يوجد حبيب أخير ما دمت حيا؟ هو ليس الحبيب الأخير، أنا لم أسميه. نعم. تسميتك أنت. ولكن لا أتحدث عن الحبيب نعم. الأخير كشخص، بل من ناحية معنوية. كنت أعني نعم. عن الحبيب الأخير، الحبيب الذي أحياه الآن. نعم. يعني الآن أفقي توسع، قراءاتي توسعت، أصبحت أكثر إنسانية. نعم. يعني أنا حينما أسمع الآن حاسبينك لفاضل عواد، وأسمع السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وأسمع أنتوني هوبكنز. نعم. الذي يعزفه موسيقار ألماني، أشعر أنها واحدة. نعم. أنها تنبع من ذات إنسانية سامية وجميلة وأنيقة. أستاذ طه، كيف تجد دور الشعر والشعراء في التحولات الإنسانية الكبرى والتحولات المجتمعية التي يمر بها أي بلد، والعراق واحدة من هذه البلدان التي مرت بالكثير؟ الشعر لغة. نعم. يعني الشعر ليس علاج، وليس من المطلوب منه أن يقوم بتربية الآخرين. لكن من الممكن أن يحمل هموم الوطن، يحمل هموم الآخرين. نعم. يحمل هموم حتى الآخر الذي لا تعرفه. أنت الآن أنت شاعر. نعم. ربما في سيارتك الشخصية وأنت تعبر في مكان معين لقطة معينة إنسانية تجعلك تبكي على هذه اللقطة وتكتب نصا، وكأنما أنت هذا الإنسان الذي ربما جوعان أو يستجدي أو يمر بضائقة معينة، أو العمر تخلى عنه ولا يجد عكازا ليعبر. كثير من الهموم الإنسانية يمكن أن تشغلك بطريقة شاعرية وتكتب نصا. فأنت إذن وفق هذا المفهوم
أنت ملك الآخرين. كتبت نصوصا في زمن الدكتاتورية وبقيت حبيسة الأدراج؟ طبعا كتبت، ليست نصوصا، نعم. كتبت رواية ومجموعات قصصية والكثير من الشعر. وبالمناسبة كنت أكتب، هذه مسألة غريبة أيضا، نعم. كنت أكتب المقالة الساخرة. مه. يعني كنت لو هذه المقالة وقعت تحت بيد أي كتاب التقارير كنت أعدم 70 مرة. نعم. المقالة الساخرة أكثر تأثير من القصيدة. نعم. في زمن الدكتاتورية طبعا. مه. لهذا السبب مثلا قصائد مظفر النواب نعم. أصبحت يعني مقالة كاسيت يوزع بين العالم. نعم. وفيه الكثير من التجاوز على الدكتاتورية، ويعني كثير من الشتيمة والتجاوز. نعم. والتحدي أيضا. قد يستغرب البعض ممن يشاهدنا الآن، يقول ما الجدوى من الكتابة وأنت تعلم جيدا أن هذه الكتابة لن تبصر النور يوما ولن يقرأها أحد؟ يعني أنت تتنفس. نعم. والإنسان، ميزة الإنسان، ميزة غريبة بالإنسان، حتى المسجون في أسوأ سجون الأرض. نعم. لا يرى الشمس، لا يبصر السماء، لكن هناك أمل في داخله أنه في يوم ما سيخرج. ولولا هذا الأمل لما تحمل أحد سجنا ليومين. أستاذ طه، الشعر تعتقد أنه يستطيع أن يعيد تعريف الهوية أم أنه مجرد انعكاس للهوية؟ الشعر ليس ملزما بالهوية. الشعر هوية إنسانية عظمى. نعم. الهوية، أنا أجد الموسيقى والشعر سمات بشرية إنسانية تتسامى على القوميات وعلى اللغات وعلى الإرهاصات البسيطة. لكن هموم المكون، هموم الهوية، نعم، هموم نقلتها من خلال شعرك. أنقلها. نعم. لكنها في الحقيقة يفترض أن لا تكون الشعوب هكذا مظلومة، حتى أنت تتحدث عن فلان جوعان وفلان يهجر وفلان مواطن درجة أولى وفلان مواطن درجة ثانية وفلان في القمة وفلان في الحضيض. يفترض أن لا يكون الأمر هكذا. نعم. يفترض أن تكون الفرص متاحة للجميع ونتنافس بشرف. أنت بحجم ذكائك، بحجم شخصيتك، بحجم إبداعك تسجل بصمتك. نعم. وليس أن تكون ممنوعا. أنا أمنح للآخرين ما أمنعه. نعم. أسمح للآخرين ما أمنعه عنك. هذه